السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا وأحبابنا متابعينا من كل مكان، متابعي قناة القصر للستائر والمفروشات محمد أبو الحسن. أهلا وسهلا بكم. النهاردة نستعرض مع بعض أحدث إنتاجنا من المجالس العربية والخليجية واليمنية والسعودية. مجلس عربي ارتفاع الشلتة بتاعته 45 سنتي، 45 سنتي. الشلتة بتاعة المجلس بتاعة النهاردة متقسمة من قدام على 3 دورانات، اللي هي اللي قدامنا دلوقتي في الصورة دي. الشلتة متقسمة على 3 دورانات. الشلتة طبعا مهما كان ارتفاعها بتبقى قطعة سفنج واحدة، لأن في ناس بتتخيل إن هم 3 قطع فوق بعض. لا، هي قطعة سفنج واحدة، وإحنا مقسمينها على 3 دورانات من قدام، أو دورتين أو 4 زي ما العميل بيحب. مسند الظهر استريت، مسند ظهر مربع استريت. والمخدة بتاعت الإيد اللي هي التكاية اللي بنحط عليها إيدينا وإحنا قاعدين دي معمولة مشطوفة ومعاها بعض الخداديات. الشلتة دي تتقلب على الوشين. يعني ايه تتقلب على الوشين؟ يعني دلوقتي اللون اللي فوق هو الجنزير التركواز، واللون اللي تحت هو السيلفر. انا شوية واقلبها اخلي العكس، اخلي اللون اللي فوق هو السيلفر واللون اللي تحت هو الجنزير التركوازي. وكذلك مسند الظهر ممكن يتقلب على الوشين. يبقى اللي ظاهر دلوقتي هو اللون السيلفر، وناحية الحيطة هو الجنزير التركواز. شوية واقلبها اخلي اللي ظاهر على الوش هو الناحية دي هو الجنزير التركواز، وناحية الحيطة هو السيلفر. طبعا الشغل ده معمول من الريبوند الكثافة 90، ومحطوط عليه طبقة سفنج 5 سنتي كثافة 30 عشان يدي مرونة شوية في القعدة زي ما العميل عاوز. في ناس بتحب كده وناس بتحب كده، لأن السفنج الريبوند الكثافة 90 ده بيبقى ناشف شوية، فبنحط عليه الطبقة دي. وهنشوف الكلام ده دلوقتي بعد المجلس ده على طول. هنروح مصنع السفنج ونشوف السفنج ده معمول ازاي. وبعد ما مصنع السفنج هنروح نشوف اكتر من موديل، حوالي 90 موديل من المجالس العربية باشكال متعددة والوان مختلفة. فخليكم معانا في الفيديو، وتعالوا دلوقتي نروح مصنع السفنج نشوف السفنج ده معمول ازاي وشكله ايه، واحنا حاطين عليه الطبقة ال5 سنتي من فوق و5 سنتي من تحت، الكثافة ال30. بس دي الشلتة دي ارتفاعها 40 سنتي، اللي قدام حضرتك دي الشلتة دي ارتفاعها 40 سنتي، منهم 5 سنتي فوق و5 سنتي تحت سفنج كثافة 35. بنحط سفنج فوق وسفنج تحت ليه كثافة 35؟ السفنج ده عشان خاطر لما حضرتك تقعد على الشلتة تبقى الشلتة مرنة، لأن السفنج الريبوند ده محمل وناشف شوية، فبيبقى اللي قاعد على الشلتة متضايق وحاسس إنه قاعد على حاجة ناشفة أوي، مش قاعد مرتاح. كمان لو حب ينام على الشلتة ما بيبقاش برضه مرتاح. فاحنا بنحط ال5 سنتي فوق وال5 سنتي تحت على الشلتة عشان خاطر تبقى القعدة مريحة. طب بنحط من تحت الشلتة ليه؟ عشان لو قلبنا الشلتة على الناحية التانية تبقى الشلتة برضو عليها ال5 سنتي بتوعها، اللي هو المرنين اللي بيريحوا في القعدة، وما يبقاش فيه مشاكل أثناء القعدة أو أثناء النوم، أو الأطفال أو أي حد قاعد على الشلتة يبقى قاعد مرتاح، مش متضرر ولا متضايق لأن الشلتة ناشفة. طبعا السفنج ده مرن ما بيهبطش ولا حاجة، اللي هو ال5 سنتي ده حاجة ما شاء الله كويسة يعني. وبنحطها عشان خاطر زي ما قلنا تدي مرونة في القعدة. بنحط للشلتة بس، ما بنحطش للظهر ولا لمخدة الإيد. ما تنساش فضلا وكرما بس تعمل لنا إعجاب للفيديو وتشترك في قناتنا عشان يوصلك كل جديد من عندنا. نيجي بقى نشوف ال90 موديل اللي هم من إنتاجنا وتصميمنا بفضل الله. هتشوف طبعا كل الألوان، بالسادة بالمشجر. هتشوف برضو كل الارتفاعات بالنسبة للشلتة. الشلتة ال20. واحد يسألني طب انت ايه انسب حاجة؟ لا، انسب حاجة انا معرفش. انسب حاجة دي يرجع لحضرتك انهي ارتفاع يريحك في القعدة. لان في واحد اقول له، يسألني اقول له 20 سنتي مناسب، يقول لي لا ده ال20 سنتي واطي قوي متعب في القعدة. اقول له طيب 40، واقول له واحد تاني 40، يقول لي لا ده ال40 ده عالي قوي، عامله زي الانتري. فقصة الارتفاع المناسب دي ده اللي يرجع لحضرتك اللي يريحك في القعدة ايه، على حسب راحتك في القعدة. هو ده يبقى الارتفاع المناسب بالنسبة لك. كمان مسند الظهر بتشكيلات وتصميمات مختلفة، الاتنين دورة والدورة الواحدة والاستريت اللي هو المربع، وكل الموديلات وكل المقاسات وكل التشكيلات وكل الألوان.
مش عايز اكرر، ما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من عندنا. اسيبكم تتابعوا الفيديو. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.